يا مساء الخير وصباح الخير اخواتي، ازيكم عاملين ايه؟ وحشتوني قوي. النهارده كده تعالى معلمكم البليله بتتعمل ازاي واسرار الكافيهات، يعني هعلمها لكم بطريقه كده سهله واقتصاديه ومش مكلفه نهائي. اول حاجه هنجيب الغله بتاعتنا اللي هي غله البليله، تمام، او احنا بليناها وحطيناها كده في كيس، ودلوقتي هنسلقها. اوريكم طريقه السلق بتاعتها عامله ازاي، سهله جدا. هننزل كده ب3 لتر ميه، تمام او كده. بعد كده هنجيب غلة البليلة وهنقوم نازلين بيها كلها طبعا الكلام ده احنا اول لما جبنا الغلة بتاعة البليلة غسلناها جدا جدا. بعد كده حطينا الميه زي ما انتم شايفين ونزلنا بالغله بتاعه البليله، وهنسيبها بقى تغلي كده على النار. ممكن تاخد لها حركه يعني من تلت ساعه لساعه، علشان الحاجات اللي هي زي البليله والحمص ده بياخد وقت شويه على النار، فنسيبه كده براحته لغايه لما يستوي واقول لكم النتيجه عامله ازاي. نغطي عليه بقى ونسيبه كده على النار. طبعا بعد ما البليله بتتسلق وبتتسلق جدا جدا قوي، يعني لازم كده هعرفكم طريقه سهله جدا جدا وبسيطه لعمل البليله في البيت، وازاي نقدر نخزنها في البيت ونعملها بمنتهى البساطه. حتى لو جالنا ضيوف في الجو اللي احنا فيه ده نقدم لهم ازاي البليله بطريقه سهله وبسيطه جدا ومش مكلفه نهائي. تابعوني قوي. طبعا زي ما انا ما وريتكم الكافيه نظيف جدا جدا قوي، يعني كل شويه بننضفه. يعني لو مشينا كده على الارض مش هنلاقي حتى ترابايه، يعني الترابايه كده مش موجوده على الارض، وده بسبب الناس اللي موجودين وشغالين في المكان، يعني نضاف وماشيين على النظافه والنظام بالظبط.